وفي وقت التراويح كانوا البنات التلاتة رايحين للمسجد مع نور ومع الجيران عشان يصلوا التراويح، وكتير من أطفال الجيران كانوا معاهم. بصت نور لبناتها اللي كانوا لابسين إسدالات جميلة للصلاة وكانوا ماشيين بملل. مالكم يا اخواتي؟ يا مامي رجلنا بتوجعنا من صلاة التراويح، دي طويلة قوي. طب انتوا لما بتروحوا النادي بتفضلوا تلعبوا وتجروا وتتنططوا بالساعتين ومش بتتعبوا، لكن عند الصلاة بتتعبوا، ما فكرتوش ليه؟ انا اقول لكم ليه. ده الشيطان اللي بيوسوس ليكم، ونفسكم الأمارة بالسوء اللي بتأمركم دايما انكم تعملوا الغلط، بس هما اللي عاملين فيكم كده. لكن انتوا لو ركزتوا في الصلاة وحلاوتها وعشتوا كده مع الشيخ وهو بيقرأ، هتلاقوا متعة كبيرة قوي، هتتمنوا انها ما تخلصش. جربوا بس النهاردة، جربوا تركزوا فيها وبلاش تفكير في امتى هتخلص وامتى هنخرج وامتى هقعد، وانتوا هتلاقوا الوقت بيعدي بسرعة. بس يا مامي احنا صغيرين، ممكن لما نكبر نبقى نصليها. طب لو قلتلك وقفي قراءة كتب هتقدري توقفي؟ ايه دخل ده في ده؟ هي سألتني سؤال وانا برد عليها بسؤال، لان الإجابة بتاعت سؤالها ليا هتكون في ردها على سؤالي. سكتي ليه يا ميرا؟ هتقدري توقفي قراءة الكتب والروايات؟ لا طبعا مش هقدر اوقف عشان انا متعودة عليها من صغري، مستحيل حد يعرف يغير حاجة كان متعود عليها بسهولة. مش قلتلكم الإجابة في إجابتها؟ لما انتوا تتعودوا على صلاة التراويح دلوقتي، بكرة هتقدروا تصلوها لما تكبروا بكل سهولة. لأن لما تيجي تكبري وتعودي نفسك على صلاة التراويح مش هتعرفي، هتلاقي صعوبة فيها. قوليلي ليه؟ ليه يا مامي؟ لأن لما تكبروا مسؤولياتكم هتزيد جدا، وكل واحدة هتبدأ تشق طريقها وتبني حياتها. في الفترة دي هتبقى أصعب وأكتر ضغط في حياتكم، لأنكم هتستغلوا كل الوقت والطاقة، فصعب إنكم تتعودوا على حاجة. يعني مثلا هتكونوا في ثانوي محتاجين تذاكروا كويس عشان تدخلوا الكلية اللي انتوا عايزينها، ولما تدخلوا الكلية لازم تثبتوا نفسكم، ووقتكم هيكون مضغوط جدا. فبالتالي ممكن تيجي يومين 3 تصلي التراويح وبعدها تتلهي في مشاغلكم. لكن لو متعودين من صغركم هتبقى شيء أساسي في حياتكم، فمهما كان عندكم ضغوط مش هتعرفوا تسيبوها أبدا، لأنها أصبحت شيء أساسي. عشان كده أنا من صغركم بعلمكم كل حاجة وعودكم على الصلاة وحاجات كتير، صح ولا لأ؟ امم صح يا مامي. دخلوا البنات المسجد لتأدية صلاة التراويح في وسط الأجواء الرمضانية الجميلة. وفي فيلا جلال دخل سليم مع جلال وآسر بعد ما صلوا مع بعض التراويح في المسجد. ابتسمت ندى وخديجة بسعادة أول ما شافوا سليم. سليم، عامل إيه يا ابني؟ كل سنة وانتي طيبة يا قلب سليم. عاملة إيه يا ديجا؟ لسه زي ما انت بتقول ديجا، كبرنا بقى. فين ده؟ أنا شايف بنوتة عندها 17 سنة قدامي، لسه في عمر الزهور. الكل ضحك. عامل إيه يا ابني؟ كده يا سليم ما تجيبش نور والبنات يفطروا معانا أول يوم؟ قعد جنبهم سليم بابتسامة. نور عايزة تعودهم على الأعمال في رمضان وإزاي يستغلوا الشهر ده كويس. يعني هي ما كانتش هتعرف تعمل كده وهنا وسطنا يا ابني؟ جلال قالي يعني انت يا أمي كنت هتخليها تصومهم أصلا، مش بعيد تفطريهم انت. الكل ضحك عشان خديجة بتحب البنات قوي. عشان كده نور خافت منك يا ديجا، قررت إنها تقعد في الشقة أول أسبوع. طب ويا ترى بقى عملوا فيها إيه؟ دول نسخة مصغرة منها يا سليم، تلاقيهم في حرب. يا أمي ما هو مبروم على مبروم ما يرولش. طيب هقوم بقى اجيب لكم الحلو، عامله كنافه بالقشطه هتعجبكم قوي. من ناحيه هتعجبنا فهتعجبنا طالما منك يا ندوش. الكل ضحك وهما بيبصوا لجلال بمشاكسه. صحيح يا آسر، فين فراس وريماس؟ عند اهلها من امبارح. هنياله يا عم، تلاقيك عايش ملك ومريح دماغك. ياه، هدوء يا اخي. ضرب سليم كفه بكف آسر وهما بيضحكوا بمرح، وفضلوا يتكلموا ويضحكوا. وتاني يوم كانت بتستعد نور والبنات عشان يروحوا لوالدتها، لأنها عزمتهم النهاردة على الفطار. يلا يا نور، يلا يا بنات، العصر هيأذن، خلونا نلحق قبل الزحمة. طيب أنا خلصت أهو، شوف بناتك بقى. يوه، النهاردة حر وكان يوم متعب قوي في المطعم. نور، أنا تعبان طول النهار رايح جاي، لو سمحتي استعجلي بناتك. برقت نور بذهول وقربت منه. سليم، مش ملاحظ حاجة؟ خير يا نور، في إيه؟ بقينا نحترم بعض وتقولي لو سمحتي. فين سليم بتاع زمان اللي كان بيمسك الجزمة ويجري ورايا؟ بصلها واتصدم، وفجأة ضرب على راسه بيأس من جنون نور. لا لا لا، كده كتير، حرام والله. سابها ونزل لتحت وهو بيضرب كف على كف. أما نور انفجرت في الضحك. وفي أوضة نريمان كانوا متجمعين البنات. حطي يا ناري كل حاجة، الليلة عايزينها دمار. بس كده غلط ومامي ممكن تعرف. ابتسموا التلاتة بشر. وهتعرف من مين بقى إن شاء الله،
عشان نقرقشه كده بسناننا. وانا عرفني. مايا قالت ها كله تمام، لو احتاجنا حاجة بقى نبقى نجيبها من هناك. قشطة تمام. وفي عربية سليم كان بيسوق وجنبه نور، وورا كانوا قاعدين الأربع بنات، وأغاني رمضان كانت شغالة في العربية. بقولك ايه يا سولي، ما تيجي نقعد عند تيتا يومين 3 4؟ على عيني والله يا بنتي، طب يا ريت. يا ريت؟ يا ريت يا سليم؟ هتقدر تعيش من غيري يومين يا سليم؟ انا نيفر يا روحي، اقدر على اي شيء في الدنيا الا انت يا روحي. بس يا سليم العيال قاعدين. لا لا لا، خدوا راحتكم كأننا مش موجودين. ميرا قالت له انتوا بتقولوا ايه يا بابي؟ انفجروا كلهم في الضحك. صدقتوا؟ البنت دي جيناتها مش جيناتي ولا جينات سليم، جيناتنا اهي. وشاورت على نهال وناري ومايا. دي طالعة محترمة لأبوها دي. رفعوا الأربعة حاجبهم الشمال بغيظ في وقت واحد. بقول أركز في السواقة أحسن. وبعد شوية وصلوا البيت والدة نور. يا أهلا يا أهلا حبايب قلبي، نورتوا والله. ادخلوا ادخلوا ارتاحوا، تلاقيكوا تعبانين. تعالوا معايا تعالوا. ايه يا حماتي، نسيتينا ولا ايه؟ احنا لسه على الباب، حتى ما قلتيش عاملين ايه ولا حتى اتفضلوا. ايوه، تصدق نسيتكم فعلا. حضنت نور والدتها بشدة وسلمت على سليم كمان. اتفضلوا اتفضلوا ادخلوا. عاملة ايه يا ام نور؟ الحمد لله يا بنتي، في نعمة والله. طمنيني عليكي انتي وجوزك والبنات. كلنا بخير يا ست الكل. يا ربي يا حبيبي، هقوم اجهز بقى عشان الاذان خلاص. اقعدي ارتاحي يا امي وانا هحضر كل حاجه. كفايه انك انتي اللي طبختي، دماغك ناشفه زي بنتك. اصريتي انك انتي اللي تعملي كل حاجه لوحدك عشان حبايب قلبي يفتكروا اكلي لما يكبروا. نهال قالت بصراحه اكلك لا يعلى عليه يا تيتا. شدتها الجده وبستها. روح قلب تيتا يا ناس. دخلت نور المطبخ، اما البنات خرجوا للبلكونه عشان يتفرجوا، وسليم كان قاعد مع الست بيتكلم بحب. وفي البلكونة كانت نريمان بتخطط. بعد الفطار هننزل نلعب هناك كده، وكمان العيال اللي رخموا على ميرا من أسبوعين هنعرفهم غلطهم في الحارة الضيقة اللي ورا دي. نعرفهم غلطهم بس، صح؟ أكيد. طبعا. وعلى ترابيزة الفطار كانوا بياكلوا وسط أجواء رمضانية جميلة في الحي الشعبي الجميل. في إيه يا بنات؟ دي أكلة دي، ده لو عيل عنده 3 سنين هياكل أحسن من كده. يا تيتا خلاص ما بقاش في مكان في بطننا. لا يا بنات، جدتكم ناوية تخليكم تمسحوا الأطباق مسح. الكل ضحك، أما الجدة طبطبت على ظهر ميرا بحنان. سيبيهم يا نور، دول خاسين. ولا ميرا الضعيفة دي، انتي ما بتاكليش ولا ايه؟ البنت وشها أصفر خالص. الكل كتم ضحكهم بصعوبة. والله لو شفتيها فيل هتقولي برضو دي خاسة. تسلم ايدك يا حماتي، الأكل رهيب. بالهنا يا حبيبي على قلبك. هننزل بقى شوية في الشارع نلعب. خلوا بالكم من نفسكم يا بنات، وبلاش مشاكل. وتحت كانت واقفة نريمان وجنبها اخواتها. صرخت فيها نهال. لا يا ناري، هاتي الصواريخ نضربها فيهم هناك. طب هنجيبهم للحارة ازاي؟ هنستخدم ميرا كطعم. لا، اتكلمت نريمان بقوة. انتي هتروحي تمشي قدامهم وتستفزيهم، وهم هيجوا وراكي. تجري على الحارة الضيقة، هما بقى هيفرحوا وهيفكروا انهم وقعوكي، بس هما كده هما اللي وقعوا على جدور رقبتهم. يلا بسرعة يا ميرا، بدل اللي هنعمله فيكم هنعمله فيكي. حاضر. اتحركت وراحت قدام شلة البنات اللي كانت مكونة من 5 بنات من نفس السن تقريبا. كانوا بيغيروا من بنات نور لما كانوا بيجوا لحيهم الفقير. اتكلمت بنت من البنات وهي بتبص على ميرا. الحقوا الحقوا، هناك اهي. هتقعد تعيط بقى وتقعد تقول الحقني يا بابي. ضحكوا البنات بسخرية على ميرا. بس بدل ما اضربك انتي وهي. الحقوا الحقوا، دي بتقول هتضربنا، البسكوتة دي هتضربنا. فضلوا يضحكوا بسخرية على ميرا. بس اوعي وانتي بتضربينا تتكسري. فضلوا يضحكوا بشدة. قبضت ميرا على حبة تراب من الأرض وحدفتهم بيهم في وشهم، وجريت بسرعة على الحارة، وهم طبعا طلعوا يجروا وراها. الهبلة دخلت الحارة السد، هنضربها ونعلم عليها ومحدش هيحس بينا. فضلوا يضحكوا لحد ما وصلت ميرا على الحارة الضلمة. دخلت لقيت اخواتها واقفين على جنب. خشي خشي شوية يا ميرا عشان نقفل عليهم الحارة. دخلوا البنات ورا ميرا. ده انت هبلة قوي، دخلتي ليه هنا يا قطة؟ مش هتلاقي حد ينجدك من ايدينا. للأسف انتوا اللي مش هتلاقوا حد ينجدكم من ايدينا. بصوا البنات بخضة لقوا اخوات ميرا واقفين، بلعوا ريقهم بتوتر ورعب. حطت نريمان بسرعة صاروخ في أقل من ثانية وحطته في شعر البنت وكانت بتصرخ برعب. أما نهال حطت التاني في ظهر البنت التانية. نهال كانت بتضحك عليها قوي. أما مايا استخدمت السلك وحطته في هدوم التانية وخوفتهم بالشرارات عشان ما يقدروش يهربوا.
استخدموا مجموعة صواريخ مرة واحدة، فضلوا البنات يعيطوا برعب وألم. أما نريمان استخدمت عدد كبير منهم وحدفتهم على البنات، كانوا محاصرين بين الحيطة وبنات نور. ابتسمت ميرا بحب لإخواتها. أشوفكم بس ترفعوا عينيكم فيها تاني. كانوا البنات بينطوا وهما بيصرخوا ويعيطوا من اللي حصل فيهم، وبنات نور كانوا واقفين بيضحكوا عليهم بشر وتفشي، لحد ما انتفضوا على صوت تخين جاي من وراهم. انتوا بتعملوا ايه؟ استنوني بعد بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة. سلام.